حبايب قلبي، كل سنة وانتم طيبين. اخباركم ايه؟ رمضان كريم عليكم يا رب. يعني احنا في بداية رمضان ها، يا رب بس ايه يدخل عليكم بالخير والسعادة وكده. اي نعم رمضان جاي السنة دي وانا مدغدغة، بس الحمد لله الحمد لله نحمد ربنا. والله العظيم بحمد ربنا واشكر فضله على كل حاجة. انت جدة وجدود يا ام ويدا. ايوه يا اخويا جدة وجدود. انت جدة وجدود. دستتين وهجيب خبر. والله العظيم العيال يقولوا لي ايه، الواد عبد الرحمن كل شويه يعمل لي كده، يعمل كده يقول له اه يا ماما، يعمل اقول طب وانت ايه اللي جايبك هنا يا ابني؟ ده شيبس مسلع ده. تعالوا نشوف ايه اللي احنا العيال مبهدلين الدنيا فين. كبنا العلاج كله بقى صيدليه، والله العظيم صيدليه. عارفين شويه العلاج دول يدخلوا لهم فوق الوفيه. والله زي ما خلي بالكم ام ويدا ما بتحبش تقعد. لا ما بحبش اقعد يعني احنا والله. بنحاول نوفر لها اي حاجه من الراحه، بس هي مش حابه كده. ومش حتى بحب اجعل حد حتى انت والله تشوفوها دلوقتي واحنا بنعمل الاكله، تشوفوها بتعمل ايه، اسمعوا انتوا الفيديو وشوفوا بتعمل ايه. مش ما بتقتنعش محبة. حتى باكلنا. لا اتعودت على اكل قالت هنا. ده انت جبتوا لي تلبك اه معوي. والله ابو ادم بالزيت طبخه يموع المعده. بقول لك إيه، مش جبت لبوك ده اعمل ايه يا يعمل ام ويدا؟ مش تمويع. مش على قد امكانياتي. امكانياتي يا عم، وفر امكانياتك انت. والله تهريت حجن يا اخويا، تهريت حجن اقسم بالله. مش كفايه يا ابو ادم شكشكه. مش هاخد هنعمل حاجه ايه؟ تاني. مش مشكله، عادي كله مش هاخد بيعدي. حجن تاني. خلاها على الله هي بس. قاعده دي بص، برجعها مش هخبط عليها بس برجعها له، بقول له خلاص كده خلص. كل دي حاجه لسه ما اتخدتش، ده خلي بالك. لسه دي حب دي مليانه زي ما ما هي هي. دي عشان النزيف. ما خلاص بقى انا مش هاخد تاني. عارفين مناخيري لما بتعمل نزيف وانا نايمه مش ببقى دريانه بيه، بيعمل هنا كده بيتجمد، فبيسد الجيوب الانفيه من هنا كده، مش ببقى قادره اتنفس. حجاش هجوم مره واحده كده. البرشام ده غريب مش من عندي. جيبني. ناس حبايبي كانوا جايين يسألوا عليا، ربنا ما يضرش حد يا رب. ام ادم ما شاء الله عليها حبيبها كتور طبعا. الحمد والله لله. رغم ان الشارع بتاعنا فاضي، بس الناس بتجيلها من بره. اه والله يعني اللي هم اصحاب المحلات اللي احنا بنشتري منهم، اه والله. البجالين واللي بتوع العطاره واللي بتوع العلافه ام ادم طبعا الناس حوالينا. مفتقداها. ايوه طبعا تروح ما بروح تشتري اكل للطيور، مش بروح عارف. اشتري منهم حاجات يا عيني، فبيقولوا ايه كنت بتنفعينا ولا يا واطيين. هم عشان فاكرينك انت كده قطعتيهم، خلي ايوه. بالك. بيقولوا ايه ده بطلت تيجي تشتري مننا هنا حاجات. عشان كده بس. ها؟ هنا كي يا جماعه في حقنه انا عايزه اخد رايكم فيها. حقنه المخدر دي مش عارفه ارميها ولا ايه. ده غاليه جو خلي ما بالك. خلاص، ما انت خدت منها الجرعات معينه. والله يعني ملهاش لازمه دي ارميها ولا لا اشيلها؟ خلاص، انا متهيألي تترمي. مش عارفه انت خدت يقولولي. منها يعني، خدت منها جزء اللي كان مطلوب. هو المفروض اساسا كنت خدتها كلها، بس دي متهيألي ما بتقعدش. هما يقولوا لي رايهم، يعني اسمها سيفازون، اسمها سيفازون. وانت لسه عامله العمليه واداكي منها. قال لي دي تاخد منها وقت اللزوم، بس لحد مده 24 ساعه او 48 ساعه بالكتير خالص. هو حدد هاي. والله. احنا سمعتها في الفيديو، العيال بيضربوا صواريخ بره. انا طبعا. يعني في الفيديو الاولاني ابى اسمعيه المقطع اللي كان بالصوت. آه. قالت ده وقت اللزوم لمده مش عارف 24 ساعه و48 ساعه. يعني تترمي دي ملهاش لازمة. المفروض كده، رغم انها غاليه جدا، خلي بالك. طبعا برضك جايبه كريم من هنا لان ركبتيني وارمينا زي ما يكون حصل تمزق هنا كده، فرجلي وجعاني ده من اثر الوجع مويده لما وجعت بس على ركبي. كريم على رجلي. الحمد لله نحمد ربنا. تعالوا كده يا حبايب قلبي نحضر الفطار مع بعض. طبعا في حاجات كتيره جو من المقطع ده، هتلاقوا في ناس كتيره بتكتب لي. انا عارفه ايه اللي في دماغكم وايه اللي انت عايزين تقولوه لي. اول حاجه طبعا يا فاطمه ليه انت بتعملي الحاجه بايديكي ودراعك وهيورم والنزيف والنار الكلام ده كله. شوف يا حبايب قلبي انا هفنط معاكم الموضوع واحده واحده كده، وها منه برضو ايه ان احنا نتسلى مع بعض، لان انتوا زي ما انتوا عارفين، انتوا من يوم ما دخلتوا قناتي وعرفتوا المحتوى بتاعه وبقيتوا متابعين ليا. انا بتكلم كمتابعين دلوقتي تمام.
عارفين ان انا ايه يعني، بحب النشاط جو، بحب اعمل كل حاجة بايديا والله. حتى لو كان في بنا بحب ان انا برضو احشر نفسي فيه وابني. فاللي زي والله ما ينفعش معاها الركضة، ممكن ان انا اتكسح حتى لو انا تعبانة وكده، والله العظيم برضو مش عارفة ان انا ارتاح. يعني سبحان الله، والله حد يجيله الراحة لغاية عنده وما يرتاحش؟ ها اينا فاطمة، والله العظيم يعني. بس الحمد لله على كل حال. طبعا انا دخلت اعمل الفطار يعني. عايزه نفسي في الاكل، فاهمين اللي هو ايه يعني. او انا مش قصه ان انا مش عارفه اكل لقمه بس، برضو يعني هم كتر الف خيرهم. لا والله يعني هم يعني. وبرضك ابو ادم بيحاول ان هو يعمل اكل، بيعمل كل حاجه. هو زعل انا خدت منه الاكل وقعدت انا عايزه اعمل. يا بنتي بعد عشان الولعه ودراعك عشان مناخيرك هتنزف الكلام ده. بس انا يا والله يعني انتوا اكيد حاسين بيا يعني، اي ست وكده يعني زي كده مش بتحب تقعد في بيتها وكده، هتحس باللي انا حاسيه يعني. مش عايزه اقعد، عايزه اقدم اصالح، عايزه اروح، عايزه اجي، عايزه اعمل، عايزه اسوي والله. فطبعا هو زعل مني جو لما انا يجي قعدت عايزه اطبخ. هو والله كتر الف خيره لغايه دلوقتي، هو بيعمل برضو الاكل وبيساعد وكده. بس فقلت ايه بقى، بدل ما انا قاعده كده، وكنت قاعده متضايقه ليه لاني صايمه، وفي نفس الوقت طبعا مش واخده العلاج وكده، ودراعي منشر عليا يعني. دراعي كان وجعني، كان محتاجه ان انا اخد ايه المسكنات اللي انا باخدها في التوقيتات دي. بس فقلت ايه، لا انا لو قعدت هتعب بزياده، انا عايزه اشغل نفسي باي حاجه كده عشان خاطري انسى التعب والوجع اللي انا فيه. قعدت والله طبخت وكده وعملت شويه اكل حلوين والله العظيم. وخلي بالك والله اتاكل كله يعني. الاكل بيتعمل، ايوه بيعملوا كل حاجه، بس الاكل بيتكبل الطيور في الاخر صح يا مدام؟ بس اما شويه الاكل اللي انا عملتهم دول ما تبقاش منهم حاجه والله. ابدا يقول لي لا يا اختي ده عشان يعني كنا قصدك ايه؟ صايمين. يعني انا معك في الاكل يعني، ولا إيه؟ عايز افهم هنا. لا يا ابو ادم، حد قال كده ده برضو؟ حتى يعني انت اكل ما شاء بتعك. الله عليه مش هيحصل لك حاجه غير تلبك معوي. هيحصل لي تلبك معه وهيحصل لي ده شويه المعده بتاعتنا. ميكروب يدخلوا المعده. شويه سموم بسيطه كده بنبقى مجهزين الاسعافات الاوليه وابو ادم بيطبخ بنبقى عاملين حسابنا يعني، ما تقلقش. بس والله يعني عملت كده شوية اكل حلوين. واقول لكم على حاجة كمان، انا من النوع اللي ما احبش اشيل حد فوق طاقته. ببقى حاسه ان انا مخنوقه متضايق. حتى لو تعبانه اقول ايه، يعني هاجي على نفسي وكده، بس ما اجيش على حد. والله يعني مش بحب اتعب حد يعني. ماشي، جنى قضت مصلحة، عملت صالة، عملت بتاع بنت سلفت عملت مصلحة كده، ما احبش ان انا اتك عليهم. اللي هو ايه، خلاص انت عملتوا المصلحة دي، خلاص كده انا اكمل بعديكم. طب والله العظيم بعد سواء بسيبهم نايمين ويقوموا يلاقوني كنست ومسحت. هو الحاجة الوحيدة اللي مش مقدر اعملها يا عين المواعين. كنت قاعدة فضلت اعيط بالدموع لاني مش قادرة اغسل مواعين والله العظيم. ابو ادم ساعي قال لي مالك، قلت له لا ما فيش. قال لي لا بجد والله انت عايطه ليه؟ قلت له عايطه عشان مش عارفه اغسل مواعين، كنت عايزه اغسل مواعين والله بجد. انا من النوع اللي مش بحب الروحه، او هي مش روحه. هي انا لما انا بلاقي روحتي في ان انا انظف بيت واغسل مواعين واعمل كل حاجتي بنفسي واعمل اكل بنفسي وكده بقى. هي دي روحتي اللي انا بشوف نفسي فيها. الوقت ده كان وقت الفطار، وطبعا ايه هم ها كتر الف خيرهم برضو. انا عملت الاكل وهم ايه جهزوه، جابوا على الطبليه كده ادم وجانا وكلهم والله يعني ظبطوه جابوه لغايه عندي على الطبليه. بس يعني الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضله. دعوتين بقى لاختك وبنتك وحبيبتك فاطمه ان ربنا يتم شفايا على خير كده يا رب، وما اعملش عمليات تاني. ادعوا لي كده ان انا ما اعملش عمليه في مناخيري، لان هو ده الموضوع اللي ايه مضايقني جو وتعب نفسيتي. والله مش عايزه اعمل عمليات تاني، عايزه ارتاح بقى يعني. انا قلت الجبس وكده، حتى هو انتوا لو تشوفوا وش باين عليه الارهاق متضايقه. بس فطبعا جانا وادم كانوا منتظرين المغرب بره، قاعدين منتظرين المغرب يأذن. القطة كمان منتظرة معاهم ادم موكلها نايم وقال لها تعالي، يعني هو انت صايمة معانا؟ تعالي والله.
قاعد يوكلها يا حبيبي، جاب لها اكل وميه هو وجنى ووكلوها قبل ما هم يدخلوا يفطروا. الشارع بتاعنا موسع، مفيش حد غيرنا، قاعدين بقى يتنططوا طول الليل يضربوا صواريخ ومش عارفه ايه، وفرحانين والله برمضان. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا يا رب. وربنا يشفي كل مرضونا ويرحم موتينا يا قادر يا كريم. ما تنسونيش في الدعاء يا حبايب قلبي، ما تنسوش الإعلانات بالله عليكم، يعني اللي قبل أي إعلان أنا محتاجة وقفتكم معايا لليوم قبل أي يوم تاني، والله محتاجة وقفتكم النهاردة قبل اللي عدى ده كله. فربنا يسعدكم كده يا جماعة. أنا عارفة إن انتوا مش بتقصروا معايا، حطوا اللايك وما تنسوش سماع لو اعلان عدى عليكم ما تتخطوش. الله يسعدكم ويبارك لكم. راموس طبعا متعنا النهارده، مرمط الناس معي. الله. الدنيا مش سايبين حتى ابو عيد ما شايفين، نام زعلان وقام زي ما انتوا شايفين مش شويه. هو احنا بنسلم بعض شكلنا؟ مش عارف والله، ما يدري الله ما يحصل. والله شكلنا كده بنسلم بعض. هتمسكها مكانك طيب؟ اعمل لها كمالة العلاقة هسه يمكن تجيب نتيجة. بس خلاص بدأت تفش منهم شوية، متخافش. هو زعل ده، وانت حاسس ان في حاجة وجعك يا ابو؟ حاسس ان الحتة دي متخدرة. زعل وحش. هو بوج هنا ورم؟ ايوه شفتها دي ورمة شوية، بدأ يفش يا ابو، ده كان ورم جوه بالليل. المشكلة الكمادات اما تفش ويرجع تاني، مش عارف ليه. لا ان شاء الله خير. هنعمل ايه؟ طب قدر خف من قدر. الزعل وحش. يلا قدر الله ما شاء فعل. ربنا طلعنا من اللي احنا فيه ده في الايام الكبيرة دي. دعواتكم بقى معينا عشان مش عارفين الله ما يحصل لنا ده. قاعدين بنسلم بعضينا. بس زي ما انتوا شايفين يعني، اوعى تفتكروا كلامي كده وخلاص، مش بتكلم انا كلام وبس. بحب والله ان انا اعمل حاجتي بنفسي، بحب. ومش بحب كمان ان انا اتجل على حد ولا شيل حد، يعني ذنبه مش ذنبه، يعني هي الوجعه دي ذنب اينا، يعني مش لازم حد يشيل هم بعديها، والله مش بحب كده. بس فقلت طبعا اروج الدنيا كده بعد ما فطرنا، طبعا كل سنه وانتم طيبين. قلت والله يعرف حاجه الورم الوش ده ابو ادم يا جماعه، والله العظيم تاني نام زعلان عليا وبعدين وشه ورم، مش عارفه لازمته ايه الزعل يا ابو ادم، ما انا هبقى كويسه. فقولوا لي بقى عادي، قولوا لنا بقى عادي على حاجه كده تخف ورم من غير سبب، يعني هو بقول له يا بيضة طب شوف ضرسك واجعك ولا في لسه وجعك ملتهب ولا يقول له ولا في اي حاجه من الكلام ده كله. هو نام زعلان، قام الصبح لقي جنبه وشه وارم. فلو في اي حاجه يا حبايب قلبي تعرفوها يجيبها يعملها قولولنا، الله يسعدكم يا رب. والله يعني مش عارفه مالها الدنيا ملطشه معانا ليه، عشان الناس حبايبي بس يعذروني لما باجي في وقت وبقول لكم ده اكيد دعين ولا حسد، والله العظيم 24 ساعه. كتبت لنا تعليق ما شاء الله عليه حلو، حلمت بينا واحدة الله لا بارك لها ولا استعف عنها، بركة نهار رمضان كده. انا بسجل لكم دلوقتي واحنا في نهار رمضان. يا رب يا رب يجعل دعائك من حدها ونصيبها، ان انا بدعي عليها ليه. دخلت قالت لي يا فاطمه ادعي لي ربنا يحقق لي حلمي، فقلت لها ربنا يحقق لك كل ما تتمني. راحت قالت لي حلمي ان انا حلمت بيك، ان انت بتولع انت وولادك، شفتك بيتك ولع انت وولادك وجوزك وتفحمتوا، شفت الغل، شفتوا مدى الغل والكراهيه. الله لا بارك لك ولا استعف عنك، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. عايزاكم كلكم تدعوا عليها، عايزاكم تدعوا عليها عشان ده هي اما تدعى على اعز الناس ليا، يعني ربنا ينتقم منك يا شيخه. والله ادعوا عليها يا جماعه، انتوا فشوني كده وادعوا عليها. انا مش عارفه اقول لها ايه غير ان انا اقول لها الله لا بارك لك ولا استعف عنك، يجعل حلمك ضدك ان شاء الله، اللي حلمتي بيا وبتتمني لي يتحقق لك انت وعيلتك يا شيخه. والله شفتوا الناس، شفتوا يعني انا لما بكلمكم على، مش بتكلم على شخص معين، بتكلم على ناس حقدة، ناس بعيد عنكم ما تعرفش الشفقة، ما فيش في قلوبها حتى الرحمة دي، مش ما تعرفهاش. فربنا ينتقم منهم دول. شايفين ام ادم متكسرة وداخلة عايزة مش مكفية، عايزانا حتى نولع
نولع. بتقول انا مش حلمت ان انتوا اتفحمتوا. شفتوا يعني مش بكفاءة كل اللي حاصل لي ده يعني. وادعوا ان حلمي يتحقق. دي بتقول ادعوا ان حلمي يتحقق، اللي ينتقم منها ربنا تشوفه في نفسها وفي عيالها وفي بيتها وفي اهلها كلهم. تعزم ليها يا رب حلمها يتحقق لها هي، تشوف ده في نفسها وفي عيالها وفي بيتها يا رب. اذا كان هي بتتمنى لنا الشر كده مش هرحمك من الدعوة والله العظيم. في كل لحظة هدعى عليك بنفس الدعوة دي، وربنا ان شاء الله يستجاب لها. عشان تعرف بس انت قد ايه حركت قلبي بالكلمتين دول. الله لا بارك لك ولا استعفى عنك يا شيخة. بس عايزاكوا بقى تقولوا فيها كلمتين كده ايه. ما احنا بندعي لها واحنا يمكن صايمين عشان ربنا يتقبل ايوه انا بقول منا. لك انا بدعي لها وانا في نهار رمضان في صيامي وانا صايمه. واحده ست بتطلب من ربنا ان هو ربنا يشفاها ويعدي الايام ده على خير، بتدعي عليكي. وشوف انت بقى دعوه الصايم ان شاء الله ربنا ربنا يبتليك بمصيبه ان شاء الله كده. بس قلت ايه بقى، روقت الدنيا وكنست وظبطت بس هي انا معرفتش ان انا المواعينات معرفتش اغسلهم ان انا امسح كده واطوق المكان. قلت لا بس كفايه كده ان انا كنست وروقت. الصبح بقى نعمل والله. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ومع الف سلامه.